السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل تخزين للطماطم، عشان موسم الطماطم الايام دي رخيص وجميل، وداخل علينا رمضان تبقى الحاجة جاهزة ومضيعش وقت. طماطم زي التفاحة هي جميلة يا حبايبي، وهنخزنها مع بعض واوريكم تخزينها سهلة وحلوة وتقعد معاكم سنة حمرا زي الفل. ماشي، وهوريكم الطريقة ازاي. اهي يا حبيبي حطيتها في حلة اهوت، وبص بشقها شقة بس كده اهو. اشيل دي البوزه دي بس كده واشقها شقه كده اهو، واحطها عليها كوبايه ميه او كوبايتين شاي، كوبايتين ميه شاي، كوبايه فاضيه يعني بتاعت شاي، واحطهم على النار وتستوي شويه واضربها في الخلاط. ماشي، هتبقى سهله وسليمه يعني، ولا بتهدر ولا بتاع، وحمرا زي الفل. وطماطم بلح اهي جميله اهي، كلها بلح، حلوه قوي الطماطم دي في السوق. وهعملها واوريها لكم اهي يا حبيبي. علقت عليها على البوتاجاز اهي، وهنحط كوبايه ميه واحده بس اهي، كده بقى تدي غلو، عشان كده كده بتسوي نفسها وتنزل ميه. وهنغطيها، هنغطيها كده اهو، وهتشوف الميه بتاعتها ونرجع اهو يا حبيبي. هتغلي غلوه، تدي الميه تغلي بس، ووطي عليها على الاخر عشان تبقى تستوي كده، ونضربها بالخلاط ونصفيها اهي. انا معلقه عليها بس تاخد غلوه على النار العاليه، وبعد كده وطيها قوي اهو يا حبايبي. خلصت اهي، استوت اهي على النار، وهنعبيها اهو في الخلاط وهنضربها اهي. اهي شوف لما تستوي بتبقى سهله في الضرب وفي التصفيه اهي. هضربها اهو معاكم في الخلاط، وهخلص الكميه واوريها لكم. هضربها في الخلاط اهوت، وهخلص الكميه واوريها لكم اهو يا حبيبي. اهو يا حبايبي هصفيها اهوت، بعد ما اضربها في الخلاط بصفيها وهنخلص الكميه مع بعض. حبايبي كميه الطماطم اهي، ضربناها في الخلاط وصفناها اهي، شايفين ناعمه ازاي؟ زي الكاتشب اهي، وسهله وما بتاخدش تسبيكه كتير، وما بتاخدش وقت كتير برضو، وتبقى سهله معاكم في التسبيكه وفي التعبيه. معلقه سكر اهي عشان تعادل الحموضه ومده حافظه، وادي معلقه ملح اهي بس، ونحط لها حبه زيت وخلاص. برضو الزيت بيديها مده حافظه، حبه زيت صغيرين اهو، بصوا اهو. برضو ده بيديها مده حافظه جميله، وبيخليها حمرا وحلوه، ما تعفنش معاك وتعيش. انا بعملها يعني طول السنه، تعيش معايا سنه بحالها وزياده اهي. اهي هتسبك بقى غلوتين بس بسيط كده، وهنعبيها. حبايبي الصلصه خلصت اهي، شايفين جمالها؟ حلوه حلوه ازاي، وحمار وبقت جميله وما خدتش وقت في السوا. هنعبيها سوا مع بعض اهي في الاكياس اهي اهيت، على قد الطبخه طبعا وعلى قد استعمالكم. اعمليها، اعملوا بقى على قد استعمال، بس تعملي تنزلي الكيس وبيبقى جميل اهو اهو شايفين اهو اهو، على قد الاستعمال اهوت. يا سخنه لسه اهي اهيت اهيت اهو يا حبايبي بقى اهوت. بعبيها اهو معاكم اهي اهي، هنعبيها الكميه كلها وهتبرد ونشيلها في التلاجة. رمضان جاي ومش تبقوا فاضيين اهيت اهي، سهله برضو في التعبير، مش حاجه يعني اهي. بنعمل على قد الاستعمال، وعايزين نزودوا الاكياس زودوا اهيت، هنزود الاكياس عادي اهو اهي. احنا بنعمل على قد الاستعمال بس. والطماطم طبعا رخيصه الايام دي وحمرا وجميله، وده موسمها والايام رمضان جاي مش تبقوا فاضيين ويبقى حاجه جاهزه اهو يا حبايبي اهو. تعبية الكيس سهل اهو، بنعبي على طول كده من الحله، ولا كوبايه ولا حاجه اهي، في قلب الكيس وبيبقى بيتعبي سهل اهو. افتح الكيس واحط على حرف الحله واعبيه يعني، مش عايزه افتكاسه ولا كوبايه ولا اي حاجه اهي، ويتعبى سهل اهو. اهي يا حبايبي الكميه هي كميه برضو مش كبيره، بس انتوا اعملوا نفس الطريقه دي، كميه حلوه وطريقه سهله وحمرا وجميله ازاي. على قد الطبخه بتحطوها في الفريزر. وان شاء الله هنعمل برضو خضار تاني معاكم، ويا رب يعجبكم الفيديو، وصلوا على النبي.